بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: صلاح الدين الأيوبي والتعامل مع القلب والأطراف لدى الصليبيين. بصراحة وبموضوعية، الصليبيون امتلكوا القدرة على المؤامرة المحكمة بتخطيط شيطاني، وطبعا دبل كونسبيرسي، مؤامرة مزدوجة. هم تأمروا على المسلمين، ومن قبل المسلمون تأمروا على أنفسهم. وكانت هناك بلاد الشام منطقة وسطى بين العراق العباسي السني ومصر في عهد الدولة الفاطمية الشيعية، فأتى الغرب كي يصنع وجوده وكي تخرجه تحت قرنين. بعض الباحثين يتصور أن صلاح الدين قصر في التعامل مع الصليبيين، وأنه كان من الممكن بعد حطين يقضي على الوجود الصليبي. هذا كلام نظري وأبعد ما يكون عن الواقعية، لسبب بسيط: إن مملكة بيت المقدس الصليبية سقط القلب اللي هو بيت المقدس والساحل والعديد من القلاع، لكن الأطراف ظلت موجودة. طبعا الرؤى كانت خارج اللعبة لأن سقط 1144. أنطاكيا وطرابلس كانت لا تزال موجودتان، وهناك قلاع عديدة تحمي الإمارتين. ثم أن صلاح الدين لم يكن ساذجا بحيث يطيل معاركه مع الإمارتين الباقيتين وينسى أنه ينتظر مقدم الصليبيين. هو ولد 1138، وفي 1149 جاءت الحملة التي تسمى الحملة الصليبية الثانية، فأدرك تماما منذ صغر سنه أن الوجود الصليبي مرتبط بالغرب الذي يأتي لإنقاذه. وبالتالي صلاح الدين أراد بسرعة بعد حطين فتح الساحل، وهذا أكثر أهمية من القدس على المستوى الاستراتيجي، والأمور صارت هكذا. السؤال: هل كان يستطيع فتح أنطاكيا وطرابلس؟ ما كان يستطيع، ليست لديه إمكانات لهذا الأمر. ثم أن الوجود الصليبي لديه القلاع المحصنة التي تثبته، وإذا اتسعت جبهة القتال بشكل كبير لن يستطيع أن يجمع نفسه مرة أخرى، وهو يدرك أن الغرب قادم. ثم أن وصلت إليه رسالة تهديد من فريدريك بارباروسا الإمبراطور الألماني الذي حكم من 1152 ل 1190، فلم يكن يستطيع القضاء على الوجود الصليبي، لأن الصليبيين عملوا أو كانوا يتوقعون مثل هذا الأمر. فوجدت الأطراف قبل القلب. حتى القلب إذا سقطت بيت المقدس عكا تعمل، وعكا حاصروها عامين من 1189 ل 1191، وظلت في أيديهم من 1191 إلى 1291 عندما سقطت على يد المسلمين بقيادة أشرف خليل بن قلاوون. ففعلا لم يكن يستطيع. أسهل شيء الافتراض، وأسهل شيء نصب المشانق لأبطال التاريخ، لكن أنت لو في نفس مكانه سترى شيئا آخر. فالرجل قام بأقصى ما يستطيع، وعلينا التأكيد على أن معركة حطين امتداد لحرب الاستنزاف الأيوبية. ثم أن النقطة المهمة أن الباحثين الغربيين بمكر ودهاء، أعتقد الأمور ليست من فراغ، يركزون على حطين ولا يركزون على الإنجاز الأكبر لصلاح الدين، وهو إسقاط الدولة الفاطمية. حطين نتيجة ل 1071، لأن بعد 17 عاما من 1171 سيدخل بيت المقدس فاتحا. العملاق المصري الذي كان نائما الآن يستيقظ ويشارك أشقائه فيما يعرف بالشمسراق.
الوحدة الطبيعية الجغرافية بين مصر وبلاد الشام والعراق. ففعلا هذا الرجل قام بأقصى ما يستطيع في قيادة المسلمين، ولم يكن يستطيع أن يفعل أكثر من هذا. شكرا جزيلا.